جزء كبير جدا من ان انت تبدا تحافظ على العملاء اللي بتخش لك، خصوصا العملاء اللي بيكون عندها مشاكل، هي ان انت تكون مخصص بند خاص بالتعويضات. ليه؟ لان وارد ان انت كده كده مهما كانت جوده شغلك ومهما كان الحاجه اللي انت بتقدمها، ان العميل نفسه يكون جالك وهو مش عارف هو عايز ايه بشكل او باخر، او يكون حد من السيلز اللي شغال معاك وجه العميل ناحيه حاجه معينه نتيجه هدف خاص بيه هو كشخص شغال في السيلز، ان هو عايز يحقق تارجت معين او ان هو بيشتغل على صنف معين، فبيبدا يوجه العميل ناحيته، فيبدا العميل يواجه مشاكل ناحيه الصنف ده، او يلاقي ان الصنف ده محققلوش اللي هو عايزه. جانب التعويضات ده لازم من الاول تبقى وانت شغال على فكره التكلفه او فكره التسعير تبقى عامل حسابه كويس جدا. اولا هيحافظ لك على العميل ده، ثانيا هيقلل فرصه ان انت تبقى بتخسر نتيجه ان بعض العملاء ممكن تلجأ بقى لموضوع حمايه مستهلك نتيجه ان هو يعمل لك شوشره في قلب المكان. فانت بالجانب بتاع التعويضات ده بالتجهيز ليه بشكل كويس جدا هتحل مشاكل كتير جدا ممكن تقابلك خلال عمليات البيع او عمليات حل المشاكل اللي هتقابل بعض العملاء اللي هيبداوا يشتغلوا معاك او ان هم يستفيدوا من خدمتك او منتجك اللي انت شغال عليه.